الصابونه تغسلي بيها جسمك، تسيبيها دقيقتين وبعدين تشطفي جسمك وترطبي وتشوفي العجب العجاب. اي تسبغات مهما كان عمرها، مهما كان عمر التسبغات دي، صابونه هتخلي جسمك قشطه. انت بتقولي ايه؟ اللي انت سمعتيه. هنستخدم صابونه هتفتح التسبغات اللي في جسمنا، بكيني، اندر ارم، ركب، اكواع، رأس. هتجيبي لي طماطمايه. اشمعنى الطماطم؟ الطماطم بتحتوي على السالسيليك اسيد، وده دوره بيقوم بتقشير الجلد الميت او بيزيل اي تسبغات في الجسم. تمام. جبت الطماطمايه غسلتيها وضربتيها في الخلاط وصفتيها. اخدت الميه بتاعتها، خدتها. هتحطي لي عليها معلقه كبيره من دقيق الرز، وتضيفي لي كمان عليها معلقه من الكركم. بقول لك تفتيح فوري يا قمر. وهتحطي الكركم وتقلبي كويس قوي قوي. ضيفي لي زيت عرقسوس، ضيفي لي كميه حلوه من زيت العرقسوس. خلاص عملتي كده، هتجيبي لي ربع صابونه جليسرين وتبشريها على المكونات ديت. حابه تسيحيها على حمام بخار عشان تضمني ان الصابونه دابت، مفيش مشكله. حابه تحطيها زي ما هي كده بس تقلبي كويس، برده ما عندكيش مشكله. حطيها لي في قوالب التلج وشيليها في الفريزر وطلعيها استخدميها مع روتينك لجسمك والايديكي والركبك والاكواعك، وتسيبيها 3 دقايق. سيبيها لي 3 دقايق على جسمك. صابونه هتخلي جسمك قشطه. انت بتقولي ايه؟ اللي انت سمعتيه. هنستخدم صابونه هتفتح التسبغات اللي